السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هنعمل حلة محشي كده. هقول لكم ايه بطريقة الشرقوة، اهلي وحبايبي. تعالوا بقى نعملها بتركات هتخلي طعم المحشي حرفيا اجمل محشي ممكن تاكليه. وكمان هنقطع الكرنب بطريقة سهلة وهنسلقه مع بعض، وهنعمل والتسبيكة انا كده كده عاملاها، بس هقول لكم حبة تركات كده هتفرق معاكم في طعمها. تعالوا بقى اول حاجة هنعملها، بس اتمنى منك قبل ما نخش في الفيديو، لو انت اول مرة تشوف القناة قيم القناة، لو عجبتك القناة يا ريت تشتركي فيها، وكمان تحط لايك للفيديو عشان الفيديو يبان لأكتر عدد من الناس. تعالوا بقى أول حاجة عملناها هنبتدي نفرغ الكرومبة من عند الراس. الفيديو موضح نفسه. هو انا دلوقتي انا واحده من الناس بحب اسلق الكرنبايه سليمه، ما بحبش افرغ الورق بتاعها ورقه ورقه، بحيث الدنيا ما تكترش معي. يعني مش اللي هو تقعدي تسلقي الكرنبايه طول اليوم بتسلقي في كرنب. احنا بالظبط بسلق الكرنبتين دول سلقتهم في 5 دقايق، وهوريكي ازاي بيسلق في 5 دقايق، ودي الطريقة الصحيحة اللي هوريها لك لو انت حابة تخزنيه بحيث تطلع معاكي الورقة من غير ما تجلد، من غير ما تحس ان الورقة مهرية. حبة حاجات كده هقولك عليها. وزي ما انتوا شايفين بدأت افرغ الكرنباية، وطبعا هنا اتعورت لان جيت من عند الراس شوية وكان ايدي موجودة فصبعي الضفر بتاعه اتعور. بدأت زي ما انتم شايفين. وافضل حاجه تجيبي بالكرنبايه، حاولي تجيبي الكرنبايه الوسط بنفس الحجم ده، وتكون مدوره وتتك عليها تحس ان هي طريه، وفي نفس الوقت يعني حجمها يكون تقيل شويه هتلاقيها معبيه ورق اكتر. عندي الميه غليت ومش هحط فيها اكتر من الملح، حابه تحطي شويه كمون براحتك بس انا ما بحطش كمون. تمام. اول ما الميه تغلي هنزل بالملح، هنزل بالكرنبايه، وهنزل اول حاجه عليها من ناحيه بالشقلوب، يعني من عند الراس كده هنزل بيها، وهضغط بيها بحيث اديها فرصه ان هي تبتدي الاطراف بتاعه الراس من فوق تبتدي تطري. هبتدي اقلبها على الاتجاه التاني. زي ما انتوا شايفين الفيديو مسرع شويه، يعني الموضوع مش هقولك دقايق، مفيش دقايق، الكرنبتين اتسلقوا في 5 دقايق بالظبط. اول ما تحس ان الورقايه بدات تدبل هتطلعيها، ما تستنيش ان هي تتسلق سلق جامد، لا انا عايزاكي انت تكوني متحكمه في الورقه. مجرد ما الورقه تدبل يبقى هو كده استوى وزي الفل. بصي تطلعي الورقه، لو حسيتي ان فيها لسه حتت ما سلقتش حطيها وتضغطي عليها بالميه كده زي ما انت شايفه، وبالماسك تبتدي تطلعي. بس ما اظنش ان فيها حاجه اكتر من كده في السلق. حابه تحطي زوايد في السلق براحتك، بس دي افضل طريقه للسلق. وما تستنيش لما تجمعي كل الكميه وتبتدي تشطفيها مره واحده، لا، اللي تسلقيه تشطفيه قبل ما تحطي الجزء الكرنبايه التانية، تبتدي تشطفي الاولاني وبعد كده تحطي غيره. تعالي بقى نقطع الكرنبايه مع بعض بابسط طريقه للتقطيع واسهل حاجه. عملتها في القناه قبل كده تقريبا من سنه، بس برضك هعملها معاكم. بما اني فتحت في الكرنب، بجمع الورق اللي شبه بعضه اللي قد بعضه بالظبط، ما تحطيش ورقه كبيره وواحده صغيره، لا، حجم الورق اللي قد بعضه هتبتدي ترصيه. انا بتني الورقه من النص كده واحط العروش كلها فوق بعض، وابتدي اشيل اتخلص من العروش بس. ورقه بالطريقه دي بتوفري، ما بتهدريش في الورق. هتبتدي المقاس اللي انت بتحبيه، يعني انا بفضل كده. وهتيجي من عند الجزء اللي هو من عند التانية وتبتدي تقطعي، يعني مثلا نقول على حسب ما بتحبي الورقة حجمها قد ايه تبتدي تقطعي. زي ما انت شايفة بيطلع الجزء اللي هو متني، بتطلع الورقة عاملة زي وانا وريتك دلوقتي. برضك هنعمل كمان طريقة، يعني بنفس الطريقة بس هنعمل كمان مرة، يعني بحيث اللي ما خدش باله. من افضل الطرق اللي انت حرفيا وانت واقفه مش مستاهله تقعدي خالص وانت واقفه. يعني نقول 5 دقايق سلقنا الكرنب قدهم بالظبط 10 دقايق بالكتير خالص. عمليا الموضوع كله اسهل ما تقفي تعملي طبيخ او خضار. هتبتدي بالظبط تعملي كرنب. الناس اللي بتستصعب سلق الكرنب ولسه هنعمله، انا سلقته وحشيته وكله في نفس الوقت. تمام كده. كل اللي بيطلع زي ما انتم شايفين العروش، وبحتفظ بيها عشان هوريكم انا بعمل بيها ايه. وتقطعي بنفس الطريقه اللي انت شايفاها دي. حابه تجيبيه بزاويه شويه براحتك، بس انا كده يعني شايفه ان الطريقه كده سهله وما بهدرش في الورق. وبصي باجي عند الطرف الصغنون خالص ده بشيله، يعني بيتعمل بيه صباع صغنن كده، لو في فراغات ولا حاجه بيتحط في الجناب. وببتدي الجزء اللي هو عند النص كده اللي هو تقفيلة الطرفين،
بتطلع معايا بنفس الورقة دي. أنا مش عارفة أنا عارفة أشرح ولا لأ. لو في أي حاجة استفسار ممكن يا ريت تعرفوني في التعليقات. وزي ما انتم شايفين الورق بيطلع رص. طبعا هتحطيه في مصفى بحيث أي زيادة مية هتبتدي تنزليها من المصفى. هتخزنيه، هتبتدي ترصيه في اطبقة وتشيليه. الورقة معايا محملة، مش مسلوقة سلق جامد، لا الورقة زي الفل. بص بقى هنا صلصة الفلفل عملتها معاكم في القناة، فلفل حر بيدي طعم هايل للصلصة، بيودي الصلصة في حتة تانية. طبعا الصلصة أنا مقليالها بزيت وحتة ليا كده محترمة، يعني بتخلي طعم الصلصة حلو جدا. وحطيت كيلو من الطماطم، وبصلتين كبار. وطبعا عندي هنا كيلو من الرز مغسول بس ما بيتنقعش، الرز ما بيتنقعش، يشطف بس. وابتدي انزل فيه، مش هسويه انا، مجرد بس هشوحه اديله تقلبتين يشرب الصلصه، بحيث يبقى يعني ما تحسيش ان الصلصه في ناحيه والرز في ناحيه، لا كله شارب مع بعضه. وهبتدي عندي الخضرة هنا يعني متقطعة وشايلاها في التلاجة، هنزل بنص الكمية، ما تنزليش بالكمية كلها، نص كمية الخضرة تبتدي تطلع ريحتها كده مع الرز، والنص التاني هوريك هنحطه امتى. تمام كده، انا عايزة شوية خضر يبتدوا فريش كده، والباقي واخد من ريحة الرز كده. تمام. عندي هنا بصلاية كبيرة عليها شوية فلفل اسود مبشورة بشر ناعم بالمبشرة، تمام، او في الكبة. وتخلي بقى طعم المحشي روعة، مسكر كده وجميل. حاجة كده صغيرة كده من النعناع المجفف تفركيها كده وتحطيها، بردك هيدي ريحة حلوة. وكل دي حاجات عطرية بتخلي المحشي طعمه زي السكر. نزلنا بقى بشوية خضرة شوية خضرة تانيين علشان يكون لونهم كده فريش، وريحتهم طبعا الخضرة الفريش كده حاجة تانية خالص. تمام. اديله كده تقليبة محترمة كده، وزي ما انتم شايفين لونه احمر روعة حقيقي. مش عشان خاطر الصلصه بس، لا انا حطيت معلقه صلصه الفلفل اللي بحطها دي بتفرق قوي. وزي ما انتم شايفين انا هنا بهرته، كان محتاج شويه ملح، فانا حطيت بقى شويه فلفل اسود على كمون على كزبره، دول بخليهم على المقلي المحشي التلاتة مخلطاهم مع بعض. في النهاية كده باخد معلقة منه أبهر بيها من غير ملح، هو ملحه كان مظبوط. خدت بقى شوية من العروش اللي هي العروق اللي كانت طالعة دي، بحتفظ بيها شوية كده، اروح مقطعاهم وحطهم في ارضية الحلة. زي ما انتم شايفين انا فضيت الحلة اللي انا عاملة فيها يعني البهاريز بتاعتها، بدل ما نجيب حلة جديدة فضينا في حاجة سهلة كده نعرف نحشي فيها، وفي نفس الوقت خدنا الحلة عشان كنت عايزة احشي فيها. بصي بقى الورق كله هوريهولك سوا واحد، كله قد بعضه، مفيش صباع اكبر من التاني. التقطيع بتاعك انتي بس، انا عايزه اوريكي الطريقه اللي بنقطع بيها. بصي هو قد الصباع بالظبط، انا بحبه صغير ما بحبهوش كبير يعني. وبرضك ما بنحطش كميه رز كتيره فيه، بحيث يعني اللي يحب ياكل يعني لو كل طبق محشي ميبقاش كل كميه رز كتيره. الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عندها سكر ده، انا بحب احط حاجتين كتار في المحشي. احط صلصه بصل كتير، خضره كتير، رز قليل. بصوا زي ما انتم شايفين بقى، انا نسيت صح اقول لكم، انا خدت معلقتين من الصلصه وباخدهم للتركه دي مهمه جدا، بروح واخداهم كده للوش. حتى لو الرز معاكي مش احمر قوي، معلقتين الصلصه دول هم دول اللي بيظبطوا الدنيا خالص، بيخلوا المحشي احمر جدا. هبتدي احط القعد بتاع الشوربه، طبعا الشوربه الحياء بتاعها مظبوط، الصف الاولاني كله مش واصل له شوربه، هو ده القعد المظبوط ايا كان كميه المحشي. اهم حاجه الصف الاولاني كله ما يبانش فيه شوربه خالص. جربي بقى موضوع الصلصه اللي بتحطيها على الوش ده، وادعي لي ادعي لي حرفيا اجمل محشي هتاكليه. طبعا الورق الاخضر ده باخده بحطه كده على الوش، عشان خاطر لما تبتدي تغلي كده والتكتك ما يبتديش الورق يبتدي يتفتح معاكي. تعالوا بقى تركات الشراء والحلوين بقى، يعملوا شوربه كده جميله. تمام. احنا بقى مش هنقول بقى لسان عصفور والكلام ده كله، لا احنا هنشرب شويه شوربه دافيين كده بطعم روعه. معلقه سمنه بلدي هنحط فيها بصلايه صغيره تتحمر، طبعا هي مش محروقه، هي بس عشان البصل احمر خدت لون شويه يعني لونها مصفر كده، بس طبعا البصل الاحمر مش هيصفر معاكي، فهي مجرد ما دبلت كده وخدت بدات تاخد اللون هبتدي انزل بيها في الشوربه، تاخد غلوتين واطفي عليها. تعالوا بقى نحمر اللحمه. عندي هنا معلقة سمنة بلدي، هبتدي بقى انزل بقى عليها باللحمة، نحمر اللحمة. الشراوة بقى شم الروايح الجميلة، احلى اكل اكلهم حقيقي. النبي لو ايه، اكلهم سكر سكر. وقبل ما تطفي على المحشي كده في اخر دقايق كده من المحشي تبتدي تحمر اللحمة زي ما قلت لكم. وهنا خلاص
طفينا عليه نكون بقى محمرين اللحمة، وننزل بقى بشوية السمنة البلدي اللي حمرنا بيهم، وقول بقى للرجيم خلاص مش هنعمر مع بعض. هي الشتا عايز ايه؟ حبلة محشي حلوة زي دي كده، والواحد ياكلها بألف هنا وشفا. لا تقولي لي بقى رجيم ولا مرجمش، كلي يا ستي وخليكي بطة في نفسك كده وعسلاية كده. حد يقول لي المحشي لأ، حد يقول لي العز لأ، يا سلام حاجة كده قمر. بص المحشي نازل عامل ازاي، سكر جميل احمر احمر. معلقتين الصلصه اللي على الوش دول هيفرقوا كتير. ما تحطوش معلقتين الصلصه في الشوربه، لا حطيهم على وش المحشي كده واتفرجي على الجمال. ما تنسنيش بقى الفيديو بقى لو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناه وشير بقى، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.